العوافي عليكم يا حبايبي. المثل النهاردة بيقول آخرة المعروف الضرب بالكفوف. ايه حكاية المثل ده؟ كان أبو سيد وأبو جمال صحاب. أبو سيد ده كان عنده ولدين و5 بنات، وأبو جمال كان عنده ولدين. وأبو سيد ده كان فاتح دكانة بقالة، وأبو جمال كان موظف، وبقوا صحاب وحبايب، وبقالهم من الصحوبية دي 40 سنة. وكان أبو جمال يطلع من الوظيفة يقعد عند أبو سيد في الدكانة، وكان أبو جمال يساعد أبو سيد، يقف له مع بال ما يجيب الحاجة والطلبات بتاعة الدكان. وساعتها اما العيال كبرت بقى يسلفوا عشان جواز العيال البنات والصبيان، وكانوا تقولي ولا إخوات، لغاية لما أبو سيد مات. وزعل عليه أبو جمال قوي، وقال أنا مش هسيب عياله، ده عياله هم عيالي. وبرضه بقى ينزل يقعد جنبه سيد في الدكانة، بس سيد اتغير. هل هو كل شوية جاي يقعد على باب الدكانة يعد الزباين؟ ليه دوت؟ ما خلاص أبويا مات، هو ماله لازق فينا كده ليه؟ وبقى يكشر في وشه. الراجل حس وايه ما بقاش يروح، والناس استغربت ليه هو ما بقاش يروح يقعد مع ولاد صاحبه. فما سألوا عرفوا ان سيد مش حابب ان هو يجي ويقعد على باب الدكانة زي ايام ابوه. والناس تضرب كف على كف وتقول آخرة المعروف الضرب بالكفوف. وتمر الأيام والسنين وتبقى ببق الناس أي حد يعمل معروف أو جميل في حد وما يشيلهوش ولا يعني يعترف بجميله، يقولوا آخرة المعروف الضرب بالكفوف. أما نصيحة خالتي تونا ليكوا يا حبايبي، أولا ما نكسرش بخاطر الناس، وخصوصا الناس الكبار. وبالنسبة للست أو الراجل ما تكسروش بخاطر حماكي ولا حماه، يعني حماكي ولا حماتك، وهو برضه ولا يكسر بخاطر حماته ولا حماه. يا ولاد الناس الكبار محدش يكسر بخاطرهم. انتي كسرة بخاطرهم، طب ما هم مخلفين لك الواد اللي انتي بقى راجل اهو واتجوزك وساعتك وجايب لك كل حاجة. ما هم الاساس، لو ما كانش هما ما كانش هو. وبعدين يا حبايبي انتوا هتمر الايام، ما فيش اسرع من الايام والسنين، وهتبقوا بسنهم. هل تحبوا يعملوا كده الناس فيكم؟ ها؟ وكمان العيال الجحدة اللي دايما يقولوا لأبوهم وأمهم انتوا عملتولنا ايه، شوفوا الناس عملوا لعيالهم ايه. يا حبايبي لو ما فيش حاجة عملها لكم، كفاية ان ربنا جعل لهم سبب وجودكم في الحياة، بدل ما تكرموهم وتشيلوهم فوق راسكم. وبعدين يا حبايبي اما حد يعمل فيكم جميل ولا معروف وقدام عيالكم، اما يشوفوا ان انتوا تناكوا على ظهر ايدكم وما تعترفوش بالجميل ولا بالمعروف، وبتسيئوا معاملة الناس الكبار، سواء يعني امهاتكم وابهاتكم او حماتك او حماك، دول عيالكم هيعملوا نفس اللي انتوا بتعملوه بس يعملوه فيكم. وده أصعب يا ولاد أما تيجي كسر الخاطر من العيال وتكونوا كبرتوا. يا ولاد خلوا بالكم ما يبقاش تنانا على ظهر ايدنا، ودايما يعني الناس تعمل فينا معروف تخلي الناس تقول يا ريتنا ما كنا ما عملنا فيهم المعروف ده. دول ما بيقدروش لا المعروف ولا الجميل. لا يا ولاد، ومحدش
يتعمل فيه معروف إلا أنت تشيل التراب اللي بيمشي عليه فوق راسك، وخصوصا الناس اما تكبر. وانا عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.